النظام السعودي بيطلب من النظام المصري توقيع اتفاقية ضمان للاستثمارات والممتلكات السعودية في مصر في حالة حدوث اضطرابات أو تغيير نظام الحكم في مصر. أحب أقول للسعوديين خدوا اللي تاخدوه، أنتوا والإماراتيين والقطريين وأي حد دفع لعبد الفتاح السيسي فلوس في أي حاجة. الشعب المصري يا ابني حاجته غالية عليه، لا بيبيعها ولا بيفرط فيها. حباية الرمل عندنا بأعمارنا وبرقابينا. خدوا اللي تاخدوه، خدوا الاتفاقيات اللي انتوا عايزينها. ساعة الجد هنقول لك روح خد فلوسك من اللي ضحك عليك وخدها منك. احنا لا بعنا ولا اشترينا. راس جميلة بقى، راس بناس، راس الحكمة، اي راس التين، حتى لو باع لك اسكندرية، احنا ما بنبيعش، بلدنا غالية علينا. هو يضحك عليك بقى، يضربك على قفاك، ياخد فلوسك، دي حاجة تخلص ما بينك وما بينه. احنا ما انتوا اصحاب مع بعض وتخلصوا مع بعض، انما الشعب المصري حاجته غالية عليه. تمام؟ ده بس عشان بنقول لكم من دلوقتي، لو ليكوا فلوس عنده اطلبوها من دلوقتي، مش تروحوا تدوا فلوس زيادة. انت كده حاطط فلوسك سولد على ترابيزة قمار. تمام؟ وهتخسرها لان احنا مش هنسيب حاجة لحد، كل حاجه هترجع، حتى تران وصنافير اللي انتوا مفكرين نفسكم انتوا خلاص خدتوها. لا يا حبيبي، انتوا ما خدتوهاش ولا حاجه، هنرجعها. لينا طرقنا، لما يبقى عندنا رئيس وطني هنرجع تران وصنافير وهنرجع كل حاجه، ومفيش حد هيمتلك في مصر حبايه رمل غير المصريين، شعب مصر فقط. وده كلام من الاخر.